أول خلق ينبغي أن يتخلق به القارئ للقرآن والمريد للقرآن الإخلاص، وهو أن تبتغي بعملك وجه الله تعالى. فقبيح في قارئ القرآن أن تجده يرائي بقراءته، يرائي لكي يمدح على قراءته، باش يمدحوه الناس، باش يثنيوا عليه، ها هو فلان وفلان. يا أخي الصحابة كان أبو هريرة إذا روى هذا الحديث يغمى عليه استقم. هذا حديث من أخطر الأحاديث. تدرون ما هذا الحديث؟ على بالكم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة وإنهم يكونوا فاتين النار اللي بهم تشعل، كما احنا نقولوا القشار أو الكشار، هذاك الحطب الصغير اللي بهم يشعل النار. على بالكم منها أولهم قارئ القرآن، نعوذ بالله. ثانيهم المجاهد، ثالثهم المنفق، يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن. قلنا أيها الإخوة يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن، فيقال له ما فعلت فيما أوتيت؟ فيقول يا رب قرأت القرآن وتعلمته وعلمته فيك. فيقال كذبت، لكنك قرأت ليقال قارئ. وعلمت ليقال عالم وقد قيل، يعني أنت كنت تريد أن يقال عنك أنك قارئ ويقال عنك أنك عالم وقد قيل. يعني قالوا الناس فيك أخذت خلاص اديت الأجرة تاعك، سلكت في الدنيا، أنت كنت تحوس على المدح وتحوس على الثناء وليقال عنك أنك قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ويؤتى يوم القيامة بالمنفق فيقال ماذا عملت، يعني في المال الذي أعطيتك إياه، فيقول يا رب تصدقت به. يقال كذبت، ولكنك تصدقت ليقال فلان سخي. رحت تصدقت، أنا مديت 10 جنيه، مديت 20، وقد قيل فلان يمد وفلان كذا وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالمجاهد فيسأله الله تعالى فيقال ماذا عملت؟ فيقول يا رب جاهدت وقتلت في سبيلك. فيقال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، فلان شجاع، رجل حي، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فلهذا أول خلق ينبغي لقارئ القرآن أن يتحلى به الإخلاص لله تعالى، إلى الله المشتكى في هذا الجانب. تجد يعني للأسف قراء القرآن قصد بعضهم تجده يحب أن يراه الناس، يحب أن يثني عليه الناس، يحب أن يمدحه الناس. يا أخي اعلم أنه مهما قال الناس فيك ورفعوك وأثنوا عليك ومدحوك، إن لم تكن عند الله كذلك فأنت والله صعلوك. اعلم أنه مهما قال الناس فيك ورفعوك وأثنوا عليك ومدحوك، إن لم تكن عند الله كذلك فأنت والله صعلوك. معليش، يقولوا القارئ، يقولوا العالم، يقولوا المفتي ومن بعد، ولكن إذا أقدمت يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وإذا كنت في الدنيا من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومن بعد قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
ولكن إذا جاءوا يوم القيامة ما يلقاو حتى شيء. فالإخلاص